السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحوش الصف الأول الإعدادي ونفس اللبس، لسه ما عملتش أي حاجة أهو، بصور لك الثلاث فيديوهات ورا بعض. إزيك؟ يا رب تكون بخير إن شاء الله، في صحة وعافية وسلام. النهارده ميعادنا مع الدرس الثاني، طبعا الفيديو ده هينزل لك تقريبا بعد أسبوع من دلوقتي. الدرس الثاني بيتكلم عن ضرب حد جبري في حد جبري أو مقدار جبري. إيه الكلام ده؟ والله بكل بساطة احنا لما زمان كنا بنضرب 2 في اكس، كنت بتقول لي 2 اكس 2 في واي 2 واي، 3 ال في 3 ال ب 9 ال تربيع. ايه ده؟ لا يا مستر انا مش فاهم حاجة. انا اقول لك دلوقتي يا سيدي، ركز معايا. بيقول لك عند ضرب الحدود الجبرية هنضرب المعاملات وبعد كده نضرب المتغيرات. تعالى بس نشوف، سيبك من كلام الكتاب ده. بص يا سيدي، الكلام ده احنا اخدناه قبل كده في المعادلات. امسك السؤال الاول ده احله. لما تيجي تضرب مقدار في مقدار زي كده بتضرب الارقام الاول. يلا 5 في سالب 2. وعايز اقول لك بس ايه معلومه قبل ما نكمل، لو الاشارتين زي بعض دايما الاشاره هتطلع في الناتج موجب، لو الاشارتين مختلفتين هتطلع سالب. زي هنا زي بعض دايما في الاجابه في النهايه هتطلع موجب، هنا مختلفين واحده موجب واحده سالب هتطلع سالب في الاخر. يبقى هنا قبل ما ابدا اقول الاجابه هتطلع سالب. يلا 5 في 2 10. ايه اس 3 في ايه اس 5؟ قلت باخد واحده منهم، وعند ضرب الاساسات المتشابهه بجمع الاسس. 3 و5 8. بس يا سيدي ادي اول مثال. تعالى لتاني مثال. يلا دي سالب ودي موجب، دايما هتطلع سالب. 7 في 2 ب 14. ايه وايه اخد واحده منهم واجمع الاسس. 2 و4 6، والبي مفيش حاجه زيها بنزلها زي ما هي. خلاص. مثال رقم 3. يلا طبعا سالب وسالب دايما هتطلع موجب. 8 في 3 24. اكس اخد واحده منهم اجمع الاسس. 2 و2 4. واي اخد واحده منهم اجمع الاسس. وهنا 1 في 3 برضه 4. خلصت الحكايه هنا. هنخش مثال رقم 4. طيب بسم الله. موجب 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 دايما تطلع موجب. اضرب الارقام في بعض. 4 في 2 ب 8، 8 في 2 ب 16. ماشي. اكس خد لي واحده منهم اجمع. 2 وهنا طبعا اس 1 يبقى اس 3. واي خد واحده منهم واجمع. دي اس 1 ودي اس 1 تبقى اس 2. خلصت. والله سهل جدا يا جماعه، احنا الدرس ده اخدناه اصلا كتير. طيب قلت لكم قبل كده ان الاسس بتتوزع على الارقام وعلى المتغيرات. يعني اضرب الرقم في نفسه مرتين. سالب 2 في سالب 2 بموجب 4. A في A ب A تربيع. بس خلاص. او ممكن اقول عليها A تربيع على طول. خلاص. تعالوا نشوف شويه افكار تانية. انا مش عجباني دي. اهي دي جميله خالص. نفس الفكره. يلا اول مثالين هنا. يلا سالب وموجب هتطلع. برافو، رد عليا. تطلع سالب. 7 في 5 35. واي خد واحده منهم اجمع الاسس. دي اس 1 واس 2 يبقى اس 3. مثال رقم 4 اللي تحتيه. خش على بالي على طول. يلا قلت لك التربيع بيتوزع على كل اللي جوه. ماشي. سالب 3 تربيع يعني سالب 3 في سالب 3 بموجب 9. اكس تربيع تنزل اهي. واي تربيع يعني نضرب الاس برضه. واي تنزل. 2 في 2 ب 4. بس خلاص. بس سهله. طيب هنا يلا سالب موجب هتنزل سالب. 3 في 2 6. A و A اخد واحده منهم اجمع الاسس. 2 و3 5. B مفيش حاجه زيها تنزل. طب ماشي. اللي بعديها هنا التكعيب ينزل على الايه تبقى ايه تكعيب، والتكعيب ينزل على الاربعه يعني 4 في 4 في 4 يطلع لك 64. سهل جدا جدا جدا. هنا نهدى بقى عشان ايه نشوف الارقام. طبعا هنا موجب هنا سالب هنا موجب يبقى هتنزل سالب. طيب الارقام هنا 1 في سالب او نضرب الارقام. 1 في 3 3 في 5 ب 15. ماشي.
ال اخد واحده منهم اجمع الاسس، ده اس واحد اس واحد اس 2، واحد واحد 2 2 و2 4. برافو. ام اخد واحده منهم اجمع الاسس، 2 و2 4 4 وهنا كمان واحد يبقى 5. مفيش غير ان وان اخد واحده منهم، اس واحد اس 2 تبقى اس 3. سهل جدا، درس سهل وسهل سهل 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 جدا كمان. طيب هنا بيقول لي ضرب حد جبري في مقدار جبري. تعال نشوف ايه اللي بيحصل عندي هنا. لو انا جبت لكم مثلا حد هضربه في مقدار زي كده، بصوا ركزوا معايا كده. معايا حد ده هضربه في مقدار جبر بالمنظر ده. فاكر لما كنت بضرب 2 في اكس ناقص 5، قلت له يا مستر وزع الاثنين على الاكس ووزع الاثنين على السالب 5. 2 في اكس 2 اكس 2 في سالب 5 بسالب 10. خلصت. نفس الفكره بس بدل ما بيديني ارقام وخلاص بيديني ارقام ومتغيرات. يلا 2 في 3 6، ام في ام اخد واحده منهم اجمع الاسس، اس واحد اس واحد يبقى ام تربيع. طب كده انا وزعت ده على اول خانه، وزعها على ثاني خانه. 2 في سالب 5 سالب 10. ام مفيش تنزل ام. خلاص. لا قوه الا بالله. راحت فين طب الشاشه؟ طيب يا ولاد ماشي. طب انا هحل دول بسرعه لحد ايه بس الشاشه اختفت، نرجعها تاني هنا. طيب تعالوا للسؤال ده. انا هوزع ده كله ده هنا وهنا وكمان هنا. تعالوا بسم الله. 4 في 3 ب 12. ايه في ايه تربيع. دي مفيش حاجه تتضرب فيها بتنزل كده. اول سهم خلص. 4 في سالب 5 سالب 20. ايه مفيش حاجه تتضرب فيها تنزل. بي في بي تربيع بي تكعيب لان دي اس 1 واس 2 يبقى اس 3 زائد تنزل. 4 في 3 ادي 4 وادي 3 يبقى 12. ايه في ايه تربيع. بي في بي تربيع. بس خلاص يعني الشاشه تقريبا هنجت كده. تعالوا نطلع ونرجع من تاني. بسم الله. مش عايز دي، انا مش عايز دي. طيب مش عايز دي. لا حول ولا قوة الا بالله. ان ما رخمتيش في الحصة تحصل مصيبة في الحصة. لازم نرخم. ان ما رخمناش لا لازم نرخم. ليه ما نرخمش؟ ما رخمناش على الحصة. تعال يلا ماشي خير. قول عايزة ايه انتي؟ انا اسف يا ستي انا شغلت. انا اسف يا ستي. هل انت متأكد؟ نعم متأكد. طب خلاص متأكد ماشي خلاص. اوبن بورد. انا غلطان حقك عليا. ولو انك بتهنج وترازيني في الحصه بس مش مشكله حصل. لعله خير. رب ضاره نافعه. طب تعال نحل اخر سؤال هنا. طبعا ده سهل. هضرب ده هنا وهنا كمان هنا. يا جماعه اللي بيفرق الحد الجبري عن الحد الجبري الثاني علامه يا زائد يا ناقص. خلاص يلا. سالب في موجب سالب 3 في 7 ب 21. اكس في اكس تربيع اكس تكعيب. يلا سالب في سالب موجب 3 في 5 ب 15. اكس في اكس تربيع. سالب في موجب سالب 3 في 2 6. اكس في مفيش تنزل اكس. سهل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تعالوا نحل دول. ممكن بعد اذنك توقف الفيديو تحل انت الحاجات دي بعد كده تشوف انا بحلهم بقى ازاي. انت طبعا هتحلهم اكيد ان شاء الله يعني. يلا ده يتضرب هنا ويتضرب هنا. سالب وموجب تنزل سالب. 7 في 2 ب 14. اكس في اكس تربيع اكس تكعيب. ماشي. سالب في سالب بموجب. 7 في 5 35. اكس في اكس تربيع. سهله وبسيطه. هنا اضرب ده كله هنا. ممكن بعد اذنك توقف الفيديو وتحل سؤال زي ده بعد اذنك يعني. خلاص يلا اسمع بقى. هضرب ده هنا وهنا. اللي بيفرق حد جبر عن اخوه العلامات دي زائد او ناقص. خلاص يلا. 2 في 7 ب 14 والاشارتين موجب يبقى موجب. عندي ال وعندي ال اخد واحده منهم اجمع الاسس. اس 2 واس 1 يبقى اس 3.
عندي ام وعندي ام، اخد واحده منهم اجمع الاسس 2 و2 تبقى 4. دي موجب ودي سالب، تنزل سالب. عندي 2 في 5 ب10. عندي ال تربيع اهي، مفيش الات تانيه. عندي ام وعندي ام، اخد واحده منهم اجمع الاسس 2 و3 5. دي موجب في موجب بموجب. 2 في 4 ب 8. ال وال انزل واحده منهم اجمع الاسس، اس 2 واس 1 يبقى اس 3. ام تربيع مفيش حاجه تتضرب فيها بتنزل. اسئله جميله جميله جميله. هنا طيب سالب ينزل، واي تربيع في 2 اكس واي. مبدئيا الارقام مفيش ارقام فبتنزل 2، مفيش حاجه اضربها في الاكس فتنزل اكس. عندي بس واي، دي تربيع ودي اس 1 يبقى اس 3. طيب سالب في موجب بسالب، واي تربيع. عندك طبعا هنا 5 اصلا رقم مفيش حاجه نضربها فيه، ماشي. يلا واي تنزل واي تربيع واس 1 يبقى تكعيب، ماشي. في حاجه تاني؟ لا. سالب في سالب بموجب، 9 تنزل الواي تربيع تنزل. خلاص سؤال سهل سهل ان شاء الله سهل. هنا يلا اضرب الارقام على جنب كده. اللي ما يعرفش 2 على 3 اضربها في كام؟ في 9. على 9 على 3 فيها 3، على 3 فيها الواحد. اتفضل عندك 3 في 2. يا مستر انا مش فاهم ايه اللي انت عملته يا ابني. 2 على 3 في 9، 9 دي مقامها 1، 2 في 9 ب 18. يبقى 18 على 3 في 1 ب 3، 18 على 3 فيها 6. يبقى بالنسبه لضرب الارقام دي في دي ادتني 6. اضرب بقى ايه في ايه؟ واحده منهم اجمع الاسس، ناقص. هتجمع بقى خلاص بقى انت اتعلمت بقى. على على 3 فيها ال2، على 3 فيها الواحد، 2 في 2 ب4. A في B ب AB، ماشي. 2 على 3 ممكن حد يقول لي 2 في 12 24. 24 على 3 فيها 8، والايه مفيش حاجه تتضرب بتنزل. أسئلة سهله وجميله. سؤال زي ده يقول لك اختصر لابسط صوره. مبدئيا انت هتوزع، يبقى مبدئيا كده تبدا اول واحد بخاصيه التوزيع، ماشي. لما اكس ماشي 2 اكس في 3 اضرب 2 في 3 6. اكس في اكس اكس تربيع او اكس في اكس. طيب سالب في موجب سالب، 2 في 2 ب4. اكس مفيش حاجه تتضرب فيها يبقى اكس، زائد 3 اكس في اكس 3 تنزل، اكس في اكس اكس تربيع، زائد 3 في 1 ب3. اكس مفيش حاجه تتضرب فيها تنزل اكس، ماشي. بعد ما وزعت وضربت خلصت، اوجد القيمه العدديه المقدار الناتج عند اكس تساوي 2. احوش كل اكس واحط 2، الستة تنزل. اكس تربيع يعني 2 تربيع اللي هي 4، ناقص 4 في اهو. اللي مش فاهم انا عملت ايه، نزلت الستة عوضت مكان الاكس تربيع ب2 تربيع اللي هي 4، قفلت القوس، الناقص نزل، ال4 نزلت، اشيل كل اكس واحط 2، اقفل القوس، زائد ينزل 3 ينزل، اكس اس 2 يعني 4، اقفل القوس، زائد تنزل 3 تنزل، احوش كل اكس احط 2 اقفل القوس. خلاص يعني موضوع سهل. 6 في 4 24، ناقص 4 في 2 ب 8، زائد 3 في 4 ب 12، زائد 3 في 2 6. اجمع بقى ده كله يطلع لك 34 تقريبا، هي 34 طيب هنا نفس السؤال. تعال نشوف موضوع مساحات بتاع المظلله دي، ماشي. ناقص لي كمان المظلل، ماشي حاضر. هو لازم يا اولاد يجيب لكم فكره جديده في المنهج دي، بس الفكره الجديده انا مش عندي. وعايز ايه؟ مساحه الجزء المظلل، عايز مساحه الجزء المظلل. انت هتعتبر ان دي ال اللي هي اللينس اللي هي الطول، ودي العرض اللي هي الدبليو. اقول له باعتبار ان دي بتساوي ال ودي بتساوي دبليو، يبقى مساحه الجزء المظلل ال في دبليو اللي هي الاريا اللي هي المساحه. يبقى ال اللي هي المساحه تساوي ال بكام؟
او ممكن اخليها دبليو في اللي هي يعني. يبقى 2 اكس في 3 اكس زائد 2. تعال تضرب الطول في العرض، الطول في العرض 2 في 3 ب 6، اكس في اكس اكس تربيع، 2 في 2 ب 4 والاكس تنزل. ماشي. ايش 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 ربنا يهديكم عليا. هنا برضه هتضرب الطول في العرض اهي، دي كلها زائد كده، يبقى الطول بي او قصدي العرض بي في 2 بي زائد ايه. يلا بي في 2 بي ب 2 بي تربيع زائد بي في ايه ببي ايه. سهله جدا 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 جدا. بس ما تنساش تكتب ان مساحه الجزء المظلل يساوي كذا. طبعا مساحه الجزء المظلل هنا باعتبار ان الجزء كله مظلل هنجمع 3 في اكس ب 3 اكس، طبعا دي على جنب كده خليها 3 اكس زائد بقى اجمع بقى ايه. شوف مساحه المرار ده 3 اكس هضربه في 5 اكس زائد 4. خلاص اضرب بقى 3 في 5 ب 15، اكس في اكس اكس تربيع ماشي، 3 في 4 بموجب 12، اكس ما فيهاش حاجه تضرب فيها بتنزل. ما تنساش ان زائد 3 في اكس اللي انت ضربتها دي اللي هي 3 اكس. خلاص لانها مساحات جوا بعض. ده باعتبار ان مساحه الجزء بس انا عايز اشوفها في الحل اعملها كده ولا لا. باعتبار ان الشكل المظلل فين عاملها 15 اكس تربيع زائد 9 اكس. اهي صح اهو. شفت بقى ده اللي انا بقول لك فيه، هو مش معتبر ان دي جزء مظلل. شفت انا مش شايفها يعني هي مش باينه عندي في الشاشه، باعتبار ان هي دي حاجه كده ايه فراغ ابيض، فالفراغ الابيض ده هيشيله من الاساس يبقى ينقص بقى. يبقى دي هينقص، المفروض كنت اختصرت اصلا بس ماشي. يبقى بدل ما زائد هتبقى ناقص، هينقص هيشيل منها الجزئيه دي. زي كده بقول لك انا مش شايفها هنا، انت في الكتاب هتشوفها. يبقى دي تنزل زي ما هي اكس تربيع 12 اكس ناقص 3 اكس يدي لك 9 اكس. خلاص اتمنى تكون اتفهمت، سهله جدا وبسيطه. ده درس النهارده مفيش ابسط واسهل منه. خلاص اللي جاي كله بقى ايه دلع لاولى اعدادي لحد ما تخش تاني اعدادي بقى ايه الدلع اللي بجد. كتر خير طلبه تاني اعدادي النظام الجديد الصراحه شايفين الويل. انا مش عارف هياخدوا درس النهارده ده ازاي. انا عايز حد يقنعني ازاي طلبه تاني اعدادي ان شاء الله يفهموه، يعني ان شاء الله يفهموه. بس الموضوع بقى مستفز، الموضوع مستفز. احنا مش بنعترض، لا بجد الموضوع مستفز. المفروض يعني ايه احنا بنعترض فعلا. ان انا اديهم درس زي ده كان على ثالثه اعدادي الترم الاول السنه اللي فاتت. فين نطلع بقى خلينا نشوف الدنيا. حاصل الضرب الديكارتي، حاصل الضرب الديكارتي ده وديهم علاقه وداله وتعبير لا حول ولا قوه الا بالله. لا الامر من قبل ومن بعد. انا لسه طالع من التناسب المتسلسل والتناسب مش عارف اروح فين واجي منين منهم. فالله يعين كل طلبه الثانيه اعدادي اللي هيخشوا كمان ثالثه اعدادي الترم السنه الجايه. نشوف بقى هيعملوا ايه فيهم. يا مسهل. ربنا يا رب يعين كل اولياء الامور ويكرمكم كلكم باذن الله، يوفقكم ويرزقكم باعلى الدرجات ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم.